السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هكلمكم عن موضوع واللي هو الألمان. الألمان هم كشعب عايش في دولة كبيرة ودولة اقتصادها قوي، بيعانوا من إيه؟ والناس اللي هي عايشة هنا الألمان وكده يعني إيه مخاوفهم أو خايفين من إيه؟ في دولة اقتصادها كبير ودولة قوية، فهل عندهم مخاوف؟ هل بيعانوا من حاجة؟ فالنهارده هنشوف الكلام ده كله في الفيديو. واللي انتم مش هتصدقوه النهارده إن الشعب الألماني فعلا عنده مخاوف كتيرة جدًا، يعني بيخاف من حاجات كتيرة جدًا، رغم إن البلد قوية وكبيرة واقتصادها قوي، إلا وإنه بيخاف من مشاكل كتيرة جدًا، وأولها واللي هي التضخم. في الفترة الأخيرة السكن وأسعار السكن والإيجارات وكده يعني بقى مرتفع جدًا، وأسعار السلع وكل ده ارتفع جدًا، وده بقى مسبب لهم خوف كبير جدًا، إن هو مثلًا حد يبقى يترفد من شغله أو الراتب بتاعه ما يكفّيش هو وأسرته وكل ده. الكلام ده فعلًا، إن في تقارير بتقول إن 67% من الشعب الألماني لمّا اتسأل جاوب بإنهم خايفين من زيادة الأسعار والتضخم وكده في الفترة الأخيرة. تاني حاجة والشعب الألماني بيخاف منها جدًا، وهُم خايفين إن الحكومة الألمانية تزوّد الضرايب عليهم عشان يعني تسد الديون للاتحاد الأوروبي. يعني زي ما أنتم عارفين إن الضرايب هنا في ألمانيا أصلًا كبيرة جدًا، يعني تقريبًا 40% أو أكتر وبتختلف يعني. بس هم كان عندهم مخاوف كبيرة جدًا إنهم يزوّدوا عليهم الضرايب، وده هيعمل مشكلة كبيرة جدًا في البلد وعلى على المواطنين الألمان يعني. فدي عندهم خايفين منها جدًا، المشكلة دي، إنهم يعلّوا عليهم الضرايب أكتر ما هي أصلًا كبيرة. يعني كتير جدًا من الشعب الألماني بيهرب من ألمانيا، بيسافر لبلاد تانية يشتغل فيها عشان الضرايب هنا عالية جدًا غير أي بلد تانية. وكمان نسبة كبيرة جدًا لمّا اتسألوا، يعني تقريبًا أكبر من 42% خايفين إنهم يتورطوا في حرب روسيا وأوكرانيا، وإن ده أصلًا هيأثّر عليهم بشكل سلبي كبير جدًا، إنهم يعني البلد أو الحكومة هتصرف مصاريف كبيرة جدًا لو اتورطت في حرب زي دي. وده كمان يعني خلّى الفترة الأخيرة يعني أدّى لارتفاع الأسعار بتاع السلع، وأدّى لارتفاع أسعار اللي هو الوقود ومصادر الطاقة ككهربا أو غاز. أدّى إلى ارتفاع الفواتير دي جدًا الفترة الأخيرة، الحرب بين روسيا وأوكرانيا. فالشعب الألماني خايف جدًا إن هو يتورط أكتر في الحرب دي. بعد الصيف الصعب السنة اللي فاتت واللي قبلها، فأكتر من نُص الشعب الألماني خايف من تغيُّر المناخ، وتغيُّر المناخ ده بيؤدي إلى حوادث يعني طبيعية وبيخلّي الجو حَر جدًا وتغيُّرات كتيرة جدًا بتحصل في المناخ. فالشعب الألماني خايف جدًا من النقطة دي، إن تغيُّر المناخ بيؤدي إلى يعني كوارث. أولها أبسط حاجة فيها إن هو الموجات الحَر اللي بتيجي دي حرفيًا بتبوّظ الناس هنا، وإنهم مش بيستحملوا الحَر خالص. في مشكلة تانية كمان، إن الألمان أو بنسبة 45% أو أكتر خايفين من تدفُّق اللاجئين عليهم هنا في ألمانيا. يعني الأزمة الأخيرة دي اللي هي الحرب بين أوكرانيا وروسيا أدّت إلى مجيء كتير جدًا من الأوكران هنا، وده بيخلّي والحكومة لمّا بييجوا هنا الأوكران أو كده بتصرف لهم فلوس وده يعني بيزوّد المشكلة الاقتصادية، وبرضه يعني إيه، بيقلل من المزايا اللي بياخدها الألماني، أو يعني بيقللوا من المزايا، يعني زي ما بيكون بياخدوا من هنا وبيدّوا للأوكران. زي ما قُلت لكم دي مشكلة كبيرة جدًا، أكتر من نُص الألمان خايف منها، اللي هي تدفق اللاجئين دي، وإن البلد بتدّيهم فلوس كتيرة، وده بيقلل من مزايا التضامن الاجتماعي بتاعهم. وكمان ده بيؤدي يعني بيدهور الحالة الاقتصادية أكتر، يعني بيبوّظ الحالة الاقتصادية وبيخلّيها تزداد. واللي أنتم ما تعرفوش كمان إن هنا يعني رغم الرفاهية اللي هم فيها وكده، إن كتير جدًا بيعانوا من الصحة النفسية والعُزلة. يعني كتير من كبار السن وكمان حتى الشباب بيعانوا من الوحدة والعُزلة هنا في ألمانيا والاكتئاب. وده طبعًا بسبب أسباب كتيرة، بسبب طبعًا الجو الوِحِش، الجو سيء هنا وحاجات كتيرة. يعني هنا طبعًا ما فيش تضامن اجتماعي، ما فيش وحدة، ما فيش أسرة. فكتير من الناس تلاقيها بيعانوا من الوحدة والعُزلة، شباب أو كبار سِن أو أي حاجة. دي مشكلة كبيرة جدًا برضه بيعانوا منها. في مشكلة كمان كبيرة جدًا هنا بيعانوا منها، واللي هي يعني الساعات العمل الطويلة هنا ده حاجة عندهم بتأثّر على صحتهم النفسية وبتخلّيهم متوترين دايمًا. فهنا الساعات، يعني زي ما أنتم عارفين الألمان بيشتغلوا كالماشينات حرفيًا، بس ساعات العمل الطويلة دي مأثّرة عليهم ومأثّرة على صحتهم ومأثّرة على التوتر عندهم، ودي حاجة بيعانوا منها جدًا. وكمان كتير جدًا من الناس هنا، من الشباب
بيعانوا من يعني إن هم بيخافوا إنهم بعد الشيخوخة يعني ما يلاقوش رعاية أو كده، لإن زي ما أنا قُلت لكم هنا يعني ما فيش واحدة أو ما فيش أسرة وكده، فممكن خايفين جدًا من إن الواحد لمّا يكبر ما يلاقيش عدم رعاية من الدولة أو من الأقارب أو من الأولاد، فدي برضه حاجة كبيرة هُم خايفين منها الألمان. أنا رسالتي إيه بقى من الفيديو ده؟ أنا رسالتي من الفيديو ده إن يعني رغم إن البلد قوية واقتصادها قوي، فإنه يعني لمّا في أكتر من نُص الألمان بيخافوا من بعض المشاكل دي، فاللي هو إن رسالتي يعني إيه، إن ما حدش مبسوط من الآخر يعني، رغم إنهم يعني حياتهم الاقتصادية كويسة ورفاهية و، إلا وإن أكتر من نُص الألمان خايفين من بعض المشاكل اللي أنا قُلتها لكم دي. فكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى النهارده، أتمنى يكون فيديو ظريف لطيف عليكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب ودعموني. خدتوا بالكم طبعًا من المايك الجديد، شغل عليه طبعًا فإيه دعموني كده بقى، وأشوفكم في فيديو جديد، معلومات جديدة أو في بلد جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.